التصويت على إدخال الأهوار وإدخال المواقع الآثارية في لائحة التراث العالمي. أعتقد هذا الإنجاز هو يحسب لجميع العراقيين بدون استثناء، سواء الذين عملوا بشكل مباشر أو غير مباشر. وأعتقد أنه الآن الخطوة التالية هي كيف ممكن أن نديم هذا الانتصار الدبلوماسي من أجل أن تنعكس هذه الانتصارات على يعني حياة الناس اللي موجودين في الأهوار من خلال إقامة مشاريع استراتيجية ممكن أن تخدم هؤلاء الناس وممكن أن تنعكس على حياتهم الاجتماعية بشكل إيجابي. أيضا علينا أن نلتفت أيضا إلى الآثار وأن نستثمرها سياحيا، بحيث أيضا تساهم بشكل كبير في مدخولات لاقتصاد البلد، فضلا عن القضاء على الكثير من نسب البطالة الموجودة في مدينة الناصرية من خلال توفير مشاريع سياحية. وهذه المشاريع السياحية ممكن أن تنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي لمدينة الناصرية. دكتور ياسر البراك، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في ذي قار.